إذا بتداين صديقك بتخسره. أنا عندي هاي النظرية. يعني بيجي عندك صديق بقول لك مثلا يا فلان أنا بدي. محتاج لمبلغ قيمته 200 دينار لنفرض، حلو؟ وارجع لك اياهم وذن اسبوعين ماكسيمم شهر اول ما يتوفر معي المبلغ، بس انا مزنوق عليهم. انت بحكم الصداقه بتقول له ولو اكيد. هلا هدول 200 دينار انت كمان مش عايمين على قلبك، يعني يعني انت مهمين إلك، بس انا يا عمي بدي اطلع صديقي من زنقته، بقوم بعطيه اياهم عن طيب خاطر. بمرق الاسبوعين، بمرق الشهر، لا حياه لمن تنادي. هون بتبلش تتزعزع الصداقه. ليش؟ اللي تداين منك بيكون منحرج، بتصير ترن عليه ببطل يرد. والأنكى والأمر إذا صرتوا تلتقوا وهو مش فاتح السيرة، بتصير أنت تلمح له بالعقل، بتقول له والله أنا هلأ في عندي أقساط الأولاد، يعني مكسور علي مش مبلغ. حلو أبدا، مش حلو أبدا رهوفة. هلأ شوفوا بنهاية المطاف إذا هو ما رجع المصاري، يا أنت بتعتبر إنه أعطيته هذا المبلغ هدية وبيضل في إشي فيك مكسور، يا إنه بتصيروا تتباعدوا لأنه بتحس حالك إنه هو ليش طب استخف فيي؟ انضحك عليك. ليه ضحك علي؟ طب ما هو عارف إني أنا معطيه إياهم على عيني وأنا محتاجهم، بس أنا أعطيته إياهم لأنه هو محتاجهم. بعدين السيناريو الثاني شو رهوفة؟ لا بعطيه ولا بعطيني عشان أحافظ عليه. عشان أحافظ تقدري طب وبرضه بتكسر. ما هيك قصدي. وبرضه طب شو الحل؟ طبعا